ما يمكنش تكون انت مغربي وما تعرفش هذا الراجل، ولكن اللي ما غاديش تكون تعرف هو الماضي الفقير ديالو والمعاناه اللي داز منها حتى وصل لفين كاين هو دابا. رغم انه تزاد في فرنسا الا انه فاش كان صغير ما كانش عنده حتى الصباط باش يلعب، كان تيضطر باش يتسلف الصباط عند واحد الدري جارو، واللي اصلا هذاك الدري داك الصباط شراه ليه الوالد ديالو، ولكن هو ما كانش عنده معاه كره. داكشي باش كان والد الركراكي دائما كيتسلفوا من عنده. واحد النهار الاب ديال هذاك الدري جارو ما بقاش عاجبو الحال، هو يمشي عند بات والد الركراكي قال ليه كيفاش انا شريت الصباط لولدي وولدك هو اللي كيلعب به. رغم الحاله الماديه ديالو هذيك الساعه الا ان باه شداتو الحرقه على ولده، مشى ذاك النهار شرا ليه صباط. وكما تيقول والد الركراكي ماشي كان شي صباط، ولكن على الاقل ولا عنده دابا باش يلعب. مرة أخرى وليد، مرة أخرى جميلة ديال وليد الركراكي، تمر كرة عرضية، فرصة ديال الهدف، ولكن صدمت الكرة أحد اللاعبين. كانت فرصة للاعب يوسف حجيلي، إضافة هدف الثاني له والهدف الخامس في المقابلة. أنا باغي نقصر أنا مع البرصا، أنا باش نقصر أنا ربحت 1-0 السادات سدات. يمكن كنا كيصعبنا غندخلوا للتيرا غنربحوا الماتش. الله يسهل. والد الركراكي الملقب براس لافوكا، واللي ما عندوش مشكل باش يتنعت بهذا اللقب. علاش؟ حيت عنده واحد الذكاء عاطفي عالي، تعرف يتعامل مع اللعابه، سقف النصيري اللي كانوا كل شيء تضحك عليه والطريقه باش كان تيلعب، ورجع زياش الرجل الثائر للمنتخب وخلاه يعطي كل ما عنده للفريق الوطني. وكذلك تعرف يتعامل مع الجمهور، هضر مع المغاربه بواحد اللغه اللي كل شي كيفهمها، ودخل لهم لقلوبهم بكلمات طيبه ونبره واثقه بزاف. انا بغيت نسمع مره غاديك السير، مره غاديك السير بغيت نسمعها، كتعجبني. ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير، انا بيدي كنبغي نجري، كتعاون اللاعب. وليد زاد في 23 شهر 9 1975. يا باقي صغير، في مقاطعه كوربي ايسون، العائله فقيره منحدره من مدينه الفنيدق. الاب ديالو كان عامل بناء والام ديالو كانت عامله نظافه. حب الوطن بدا كيتجدر فيه من الصغر ديالو، بحيث انه كان تيجي هو الاسره ديالو بشكل متكرر للمغرب في العطل المدرسيه. وفي صغروني تبدا الحب ديالو للكره، بحيث انه فاش كان تيجي للمغرب كان تيلعب مع الدراري هنايا كره، وفاش كيمشي لفرنسا نفس الشيء كذلك. الاب ديالو فاش شاف حبه لكره القدم سجلو في نادي الحي كوربي ايسون، وبقى واحد المده هكا كيلعب معاهم حتى شاف فيه المدرب رودي كارسيا الموهبه. هو يقول هذا الدري هذا بلاصتو ماشي هنا، هذا الدري بلاصتو مع الفريق الاول. واخا هكاك وليد ما سمحش في القرايه، بقى مقسم وقته بيناتهم بجوج حتى شد الباك وداز الجامعه وحتى هي كمل فيها. سنه 1999 غادي يجي اول عرض باش يسيني واحد العقد احترافي، وهذا العرض جاء من فريق اف سي تولوز اللي كان في الليغ 2 اللي هي الدوزيام سيري. ورغم انه تعطل شي شويه في وصوله للاحتراف 25 سنه، الا ان الانضباط ديالو والروح القتاليه خلاه يكون من اللعابه الاساسيين في الفريق. Encore une fois Regragui qui tente et qui réussit un premier débordement, il centre au deuxième poteau et l'égalisation. Et elle se vérifie doublement, et Regragui, un artiste, 1-1 à la 62e minute pour ce qui est alors seulement le 5e coup franc direct réussi dans l'ensemble du championnat de France cette saison. نفس العام فاش سينا مع اف سي تولوز، الفريق ديالو غادي يجي هو الثالث في البطوله وغادي يطلع لليغ 1 اللي هي بريمير سيري. لكن للاسف بعد نهايه الموسم الفريق غادي يواجه واحد الازمه ماليه اللي خانقه بزاف، واللي غادي تخلي والد الركراكي يمشي يقلب على شي فريق واحد اخر. الفريق اللي غادي يسني مع هذه المره هو اجاكسيو بالليغ 2، وبسبب التالق ديالو في الدوري الفرنسي غادي تجيه اول دعوه باش يحمل القميص ديال المنتخب المغربي. اول مقابله ليه كانت ضد المنتخب المصري بالقاهره، وفي اقصائيات كاس العالم 2002 كان الركراكي لاعب اساسي في المنتخب الوطني، لكن للاسف ما كتبش باش يتاهلوا لكاس العالم. في هذا الوقت الركراكي غادي يرجع لاجاكسيو، ومره اخرى غادي يطلع مع هذا الفريق لليغ 1، ومع انه لعب معاه هي 16 مباراه فقط، الا انه تتوج بلقب احسن مدافع في الليغ 2 في نفس السنه. وفي نفس الوقت اللي ولا كيلعب فيه في الليغ 1 غادي يلعب اقصائيات افريقيا مع مدرب جديد اللي المغاربه كلهم حتى هو كيعرفوا، حيت واخا نتايا دابا تكون صغير ضروري غادي تكون سمعتي هذيك العباره ديال الزاكي وليداتو حتى فرقه ما غلباتو. بدو الزاكي اللي غادي ينحي معظم الاسماء اللي بقات من جيل التسعينات وغادي يستبدلها بشبان الجاليه المغربيه. وليد فرض راسو كمدافع ايمن تسنزيد، ورغم ان المغاربه كانوا حاقرين الفريق المغربي هذيك الساعه بحكم انهم كانوا يشوفوهم فقط واحد المجموعه حديثه غير متجانسه ما عندها ما دير، الا انهم خلقوا المفاجاه وتاهلوا للكاس. واكثر من هذا الشيء قدروا يوصلوا للنهائي وحصلوا على لقب الوصيف بعد عده مباريات اللي كانوا صعاب، وخصوصا المباراه اللي كانت مع الجار الجزائري الشقيق. العرضيه يا سلام، يفعل المنتخب الجزائري ويفعل المنتخب الجزائري، يا
يستغل خطأ دفاعي. شوف عشيو العرضية والخطأ الدفاعي من طلال شيراد يستغل هذا الخطأ ويضع الكرة بشباك الحارس خالد الفوامي. في آخر الكرات آخر الومضات من جديد محل يعقوبي. المرور يبحث عن العرضية وسط المرور جول. يتوصل يوسف حجي المرور تجاوز بالطريقة اللي يحب المرور. يا سلام يفعل المنتخب الوطني المغربي. كما قلت لا يستسلم استسلام بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. لا زالت المباراة لم تنتهي بعد. كرة من جديد وصل جواد السيري تجاوز. يا سلام جول. من بعد ما تعثروا في النهائي مع تونس البلد الموزي، تلقاو واحد الاستقبال رائع من طرف الملك والشعب واللعابه. ها اللي ولا اساسي في الفريق ديالو، ها اللي جدد العقد مع الفريق ديالو، وها اللي رصدوه فروق جداد. ومنهم بطل القصه اللي غادي يرصدوا فريق راسينغ سانتاندر الممارس بدوري الليغا الاسباني. الدوري الاسباني في هذيك الوقت كان مجموع فيه احسن لعابه ديال العالم، ولكن للاسف وليد الركراكي غادي تصاب بواحد الاصابه اللي خطيره غادي تخليه ما يلعبش النصف الاول من الليغا. ولكن فاش غادي يرجع غادي يلعب اول مباراه ليه ضد فريق برشلونه في مواجهه اللاعب الشرس رونالدينيو. لكن غادي تبقى تبع لعنه الاصابات وما غاديش تبقى تيلعب بزاف. في سنه 2007 غادي يعلن نادي غرونوبل تعاقدوا مع بطل القصه وليد الركراكي في سن 32 سنه، ومره اخرى غادي يحقق مع هذا الفريق حتى هو الصعود لليغ 1 بالدوري الفرنسي. لكن مشواره الاحترافي غادي يسالي مع هذا الفريق سنه 2009. وفي نفس العام المسيره الدوليه ديالو كذلك غادي تسالي بعد عطاء كبير للمنتخب المغربي. حب وليد الركراكي لكرة القدم خلاه ما يحبسش هنا. لعب مع فريق الحي ديالو ديال الهوات، ومع اعتزاله النهائي لاعب كرة القدم وبحكم التجارب ديالو مع فرق كبار وضد فرق كبار غادي يقرر باش ياخذ دورات التدريب في فرنسا، وغادي يشد الناخب الوطني رشيد الطوسي كمساعد اول، وفي نفس الوقت كان محلل لمباريات الليغ 1 في قناة البيان سبور بالفرنسية. في سنة 2013 ومع إقالة الناخب الوطني رشيد الطوسي غادي تسالي مهمة وليد الركراكي مع المنتخب، وغادي يكمل التكوين ديالو غادي يشد دبلوم التدريب واللي كيخول ليه باش يدرب الفرق الوطنية في جميع الأقسام. وهنا فين غادي تبدا القصة ديال بصح. اول فريق غادي يقوم بالتدريب ديالو هو فريق الفتح الرياضي. وليد الركراكي غادي يركز على اقحام عدد كبير من الشباب ديال الفرقه، وغادي يبرهن على القدره ديالو. غادي يفوز بكاس العرش في اول موسم ليه كمدرب مع الفتح الرياضي ضد نهضه بركان، باش في العام الثاني غادي يتوج بمركز الوصيف ضد اولمبيك خريبكا، وفي العام الرابع غادي يدي البطوله الوطنيه بكل استحقاق والثلاثه ديال المرات على التوالي 2014 15 16. غادي يفوز بجائزه مدرب السنه، وفي 2016 نيت غادي يتم تتويجه من طرف الملك محمد السادس نصره الله بوسام. سيد وليد الركراكي مدرب في كرة القدم ولاعب محترف سابقا. بهذا التكريم الملكي السامي لهذه النخبة من الشباب، بعد 6 سنوات حافله مع نادي الفتح الرياضي غادي يوقع عقد جديد مع نادي التحيل القطري لموسم واحد. هذا الموسم غادي يفوز فيه بالبطوله القطريه، ولكن غادي تقصى بشكل مبكر في دوري ابطال اسيا. من بعد غادي تحط عليه العين مجموعه من الفرق الوطنيه بحال الرجاء والجيش، ولكن غادي يظفر به نادي الوداد الرياضي. موسم واحد فقط اللي هو 2021 2022 واللي غادي يكون من احسن المواسم الوليد والفريق الوداد الرياضي. غادي يربحوا لقب دوري ابطال افريقيا، وفي نفس العام غادي يديو البطوله الوطنيه. وليد الركراكي غادي تتوج بجائزه افضل مدرب مغربي سنة 2022 بعد موسم تاريخي 31 يوليوز 2022. وليد الركراكي غادي يعلن توقفه عن تدريب نادي الوداد الرياضي، باش من بعد غادي يتم الاعلان عن اقصاء مدرب المنتخب الوطني السابق وحيد خليلوزيتش وتعويضه ببطل الحلقة المدرب المغربي وليد الركراكي. اليوم وليد حطم جميع التوقعات، حقق انجاز كبير في مونديال قطر بالتأهل لدوري 16 واللي ما وصلنا ليه من سنة 1986، عاد مع وصيف كأس العالم 2018 اللي هو كرواتيا، وربح بلجيكا ب2-0 اللي كانت في كأس العالم اللي فات هي الثالثه، وربح كذلك كندا ب2-1 اللي كان شحال من واحد مخلوع منها. المغرب الان كيتصدر المجموعه ديالو اللي فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا، والماتش الجاي غادي يكون ضد سبليون الثأر اللي كنتسناوه من 2018. كل التوفيق للمنتخب الوطني في كأس العالم، وهذا الشيء الا كان تيدل على شي حاجه غادي يدل على الكفاءات اللي كاينين في المغرب. شفت واحد المقوله ضحكتني ولكن معبره، حنا كنشجعوا الوطن ولكن الوطن ما كيشجعناش. الا بقيتي معايا حتى لهنا ما تنساش تخلي لي واحد الجيم باش يطلع الفيديو عند ناس اخرين، تشترك في القناه الا كان تعجبك بحال هذا المحتوى. كان معك محمد المصريوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.